انتوا ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الماما طريقه عمل محشي بالفراخ رائع وبسيط وسهل وجميل. تاخدوا حاجه اسمه مهاجر. هنبدا في عمل المحشي. هنجيب حله على النار فيها ميه بتغلي، فيها رشه كمون، فيها معلقه ملح، وهنغسل الكرنب ونسلقه، وبعد كده هنقطعه ونحطه في المصفى ونضيف عليه ميه ساقعه من الحنفيه. بعد كده هنبدأ نجيب حلة على النار فيها سمنة على زيت على بصل على توم مفروم يتحمروا لون الدهب، ونجيب طماطم نغسلها ونضربها في الشرخات ونضيفها، ونضيف توابل عبارة عن نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا، ومعلقة صلصة، ورشة شطة، ومعلقة ملح ومكعب مرقة. وهنبدأ نحط الطماطم اللي ضربناها الخلاط وعليها التوابل اللي قلت لكم عليها. وبعد كده هنبدأ نجيب كيلو رز مصري نغسله ونضيفه، ونبدأ نجيب خضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة نغسلها كويس ونقطعها قطع صغيرة على الرز ونقلبه مع الرز. وبعد كده هنجيب 3 معالق زيت نضيفهم مع الرز مع الطماطم اللي سبكناها مع التوابل مع الخضرة، ونجيب المحشي ونجيب الحلة نحط فيها عصير كرنب في الأرضية بتاعة الحلة، ونحشي الكرنب ورقة بعد ورقة لحد الكمية كلها اللي معانا ما تخلص. ونجيب شوربة الفرخة أو مرقة الفرخة اللي احنا سلقنا فيها الفرخة بعد ما غسلناها كويس بعصير الليمون والملح، وتبلناها بتتبيله رائعه جميله بسيطه سهله. كبه الخلطه هنجيب فيها بصل على طماطم على توابل عباره عن نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون ورشه بابريكا ورشه زعتر ورشه قرفه ورشه جوز الطيب ورشه جنزبيل ومعلقه صلصه طماطم وزيت. وهنتبل الفرخه وهندخلها في الشوايه بتكاتو حاجه اسمها مهاجر اهيت. بعد ما استوت وتبلناها بتتبلوا لكم على في كبه الخلاط ودخلناها الشوايه اتحمرت وخدت اللون الذهبي، وهنطلعها في الطبق على المائده. بعد كده هنشرب محشي الكرنب او الملفوف، حلة الملفوف او حلة المحشي الكرنب بمرقة الفرخة ومعاها 3 معالق طماطم من خلطة المحشي، ونظبطها بمعلقة ملح ورشة فلفل اسود، ونبدأ ومعلقة سمنة بلدي، ونبدأ نشرب بها حلة الملفوف او حلة المحشي الكرنب على النار بتكافئ على شوف مهاجر. هنغطيها بالغطا عشان تستوي وتكمل التسويه بتاعتها. بعد ما شربناها بالمرقه الفرخه ومعاها 3 معالق طماطم مسبكه ومعلقه صلصه كمان، ونظبطها بالملح ورشه الفلفل الاسود وبعد السمنه البلدي. هنشربها بحله الملفوف او حله المحشي الكرنب على النار. هنعلي عليها النار الاول تستوي. هنبدا نهدى عليها النار لما تخش في التسويه، ونبدا نغرفها في الطبق ونطلعها على المائده. بعد كده خلصت حلقتنا النهارده بتقطع حاجه اسمه مهاجر وكده المحشي استوى وطفينا عليه النار، ونبدا نغرفه في الطبق ونطلعه على المائده بتقطع حاجه اسمه مهاجر. واشكركم واقول لكم مع السلامه.